طب سؤال مهم، ليه مش بنبعت صوت؟ السلام عليكم، إزيك؟ في الفيديو اللي فات اتكلمنا أو قُلنا إنه الصوت بيحتاج إن هو يبقى مربوط بwaves عشان يتنقل من مكان للتاني، لمّا الموبايل بيبعت إشارة يعني. طب ليه ما نبعتش الإشارة زي ما هي، الصوت اللي بيطلع زي ما هو، أو مثلًا إزاي إن إحنا نقدر نبعت فيديو زي ما هو، أو أي data عامةً، إن هي في الآخر كلها electrical signals. لو اتكلمنا على الصوت خصوصًا لأن ده الأساس اللي اتبنى عليه الmobile communication، نلاقي إن الصوت ما بيوصلش لوحده بعيد، وبعد شوية أمّا الإشارة تتحرك يعني أنت مثلًا طبيعي جدًا وأنت بتتكلم لو في حد بعيد عنك مش هيسمع، حتى لو الإشارة دي أنت باعتها مثلًا من أنتنة لأنتنة، هي مش هتوصل لو هي مجرد sound waves. لو تغاضينا عن موضوع إنه الصوت مثلًا ما بيروح لأماكن بعيدة أو ما بيروحش، فلو كل مثلًا موبايل بعت sound wave وعايزينها توصل للموبايل التاني، أنت إزاي تقدر تحدد أو إزاي تقدر تفصل بين الwaves دي؟ فبالتالي لو بعتّ sound waves بس، مش هنقدر إن إحنا نفصل بين الأصوات دي، بين الwaves دي. الحل إيه؟ الحل إن إحنا نستخدم موجة تانية أقوى وسريعة. فاكرين لمّا اتكلمنا في أول فيديو عن الelectromagnetic waves، أو إن إحنا بنستخدم مثلًا الradio waves اللي هي electromagnetic waves، بالضبط، إحنا هنستخدم الelectromagnetic waves دي وهنتعامل معاها كcarrier wave، إن هي تحمل الإشارة اللي أنا هابعتها. فالcarrier wave دي عبارة عن موجة أنا باستخدمها، موجة إحنا بنولدها مخصوص للإرسال. الcarrier wave بقى دي electromagnetic wave بتقدر تسافر مسافات بعيدة، ونقدر نبعت أكتر من إشارة في الجو بدون تداخل برضه. ففي حالة الصوت، في حالة الراديو مثلًا اللي هو أبسط مثال، عندنا محطة راديو وهنبعت لها صوت، فبنبعت الصوت ده على موجة معينة ليها تردد معين، اللي هو التردد اللي أنت مثلًا في إذاعة قرآن بيبقى مثلًا التردد بتاعها 98.2. بنشوف الإشارة اللي عند التردد ده وبنغيّر في شكلها حسب ما إحنا عايزين، حسب ما أنا عايز الصوت يوصل. فاختصارًا لمّا نيجي نبعت الصوت بنغيّر في شكل الcarrier على حسب الصوت المبعوث ده، والتغيير ده بقى دي اسمها modulation. الmodulation ليه أنواع كتير. أول حاجة هي الamplitude modulation، اللي إحنا نقدر نغيّر في قوة الإشارة مثلًا، أو في سرعة التردد نفسه بتاع الإشارة، دي اللي اسمه frequency modulation، أو وضع الإشارة نفسه، شكل بقى الإشارة ده اسمه phase modulation. أنواع بقى الmodulation دي إيه اللي بيحصل فيها، إيه الفرق بين الamplitude والfrequency والphase modulation، ده اللي هنعرفه في الفيديو الجاي، فاستنونا إن شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.